فلو سمحت تذاكر، تجتهد، تعمل اللي عليك، وصدقني ان شاء الله ربنا هيرضيك في الموضوع ده. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ طبعا الحصه اللي فاتت وقفت عند جزء معين من المسائل وقلت عشان الفيديو ما يكونش تقيل عليكم وكبير هقف لحد هنا، وقلت اكمله لكم في ايه؟ في جزء تاني ان شاء الله. فالجزء ده هنخلص فيه مسائل ايه بقى؟ الوحده الاولى كلها. فانت على قد ما تقدر تركز وتصحصح معايا زي ما كنا مصحصحين كده في الفيديو اللي فات. تعال نشوف مع بعض. كنت اخر حاجه وقفت عندها وهي المساله دي، فتعال نشوف مع بعض المساله دي بنقول يا دكتور كده، وخلينا يعني نفهم الدنيا ماشيه ازاي. بيجي الراجل يقول لك سياره خاصه تستطيع التحرك من السكون. ركز سكون تاني اهي. فاكر السكون بتاعت الفيديو اللي فات؟ سكون تاني اهي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان عين واحد بصفر. حلو. فتصل سرعتها الى 90 كيلومتر على الساعه. يعني هنا دي عين 2. عظيم. وادي الزمن ب10 ثواني، يبقى ده الزمن. ما العجله التي تحركت بها السياره؟ ايه العجله اللي العربيه اتحركت بيها؟ بص، انا حافظ قانون بتاع مين؟ عين 2 ناقص عين 1 على زين، او قانون تاني للعجله بيقول ايه؟ دلتا عين على دلتا زين. وبما ان عين 1 بتساوي 0 فالموضوع بالنسبه لي هنا مش فارق لي، ما هي كده ملهاش لازمه يعني. لكن بص كده، 90 كيلومتر على الساعه في 10 ثواني، ذمتك راكبه على بعض؟ الصراحه لا. طب هتركبها على بعض ازاي؟ مش هتيجي سكه. امال اعمل ايه؟ لازم اعمل عمليه تحويل يا دكتور، ان انا احول الرقم ده بالمتر على على الثانيه، عشان اقدر اواكب الثواني اللي عندي بتاعت الزمن. طب هعملها ازاي دي؟ سهله. انا لما باجي احول من كيلومتر على الساعه لمتر على الثانيه، من كيلومتر على الساعه لمتر على الثانيه بضرب في 5 على 18. طب حبيت اروح من متر على الثانيه لكيلومتر على الساعه، بعمل ايه؟ ممكن اضرب في 18 على 5 او اقسم 5 على 18. قدامك حلين انت وشطارتك. طب هنا محتاج تروح منين لفين؟ محتاج تروح من كيلومتر على الساعه لمتر على الثانيه، ولا متر على الثانيه لكيلومتر على الساعه؟ والله انا ملاحظ ان محتاج اروح من كيلومتر على الساعه لمتر على الثانيه، يبقى هضرب في كام؟ 5 على 18. يبقى هتاخد حضرتك ال90 ده وتقوم جاي قايل 90 في 5 على 18، وعلى الآلة الحاسبة شبه الشاطر هتطلع لك ب 25 متر على الثانية. عظيم قوي. كده انت جبت مين؟ السرعة النهائية. بالنسبة للزمن ب 10 ثواني ماشيين مع بعض. يبقى هجيب العجلة ازاي؟ من خلال القانون الأول. القانون الأول بيساوي دلتا عين على دلتا زين. طب سير معلش سؤال، هو احنا ليه ما جبناهوش بالقانون الثاني؟ لو جبتها بالقانون الثاني هتقول لي عين 2 ناقص عين 1 على زين، يعني عين 2 ب 25 اللي انت جبتها الجديد ناقص 0 على 10. ما هي 25 على 10. يبقى 25 على 10 فيها الكام؟ فيها 2.5 متر على الثانية تربيع. تربيع. اوعى تنسى. اللهم بلغت اللهم فاشهد. طيب تعال نشوف مع بعض المسألة الثانية دي. بيقول لك عند تشغيل قارب ساكن وصلت سرعته إلى 2.5 متر على الثانية. معنى كده ساكن اهوت يبقى كانت بصفر، وصلت سرعته 2.5، يبقى دي عين 2 يا محترم. طب خلال فترة مقدارها 30 ثانية أوجد مقدار العجلة ونوع العجلة مع ذكر السبب. عشان تجيب العجلة هجيبها ازاي؟ يبقى عن طريق القانون. انهي واحد فيهم يا محترم؟ التاني. ليه؟ ما انا عندي سرعة ساكن بصفر، والسرعة التانية ب2 ونص. حلو. هتجيبها القانون التاني ازاي؟ يبقى هقول له عين 2 ناقص عين 1 على زين. عين 2 بكام يا محترم؟ 2 ونص ناقص عين 1 0 على الزمن 30. 2 ونص على 30 فيهم الكام؟ فيها 83 من 1000. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بس كده؟ الله يستر طريقك يا شيخ. ما تنسى المتر على الثانية تربيع. طب معلش، هي العجلة هنا موجبة ولا سالبة؟ بص يا حبيب قلبي، انت تعرف منين العجلة موجبة ولا سالبة؟ قلنا عندك لازم تكون السرعة النهائية أكبر من الابتدائية. أدي النهائية أكبر من الابتدائية ولا لأ؟ أكبر. يبقى دي عجلة موجبة وأنت مغمض عينك. طب نفترض أنا عايز استنى أما أجيب الناتج وأشوف. شوف الناتج، هل في هنا سالب؟ لأ، يبقى موجبة. طب لقيت هنا سالب؟ يبقى سالب. مش محتاجة حاجة صعبة.
يبقى انت هنا في حاجه؟ لا، يبقى موجبه. طب لو في هنا سالب؟ سالب. طب انا عايز اجيبها قبل ما الناتج ما يجي اصلا. السرعه النهائيه اكبر من السرعه الابتدائيه. طيب في مشكله؟ اكيد لا. تعالى مع بعض نكمل. بيقول لك تتحرك سياره بسرعه 30 متر على الثانيه، وعندما ضغط السائق على الكابح، كلمه كابح يعني ايه؟ فرامل اهو. توقفت السياره خلال زمن قدره 15 ثانيه. اوجد مقدار العجله ونوع العجله. حلو قوي. سياره بسرعه 30 متر على الثانيه، يبقى دي عين واحد. وانت اديتني جمله بتقول انك لو ضغط السائق على الكابح او الفرامل، معنى كده ان عين اتنين بصفر. اذا والزمن عندي كده كده ب15 ثانيه. حلو قوي. يبقى مقدار العجله عندي ايه يا دكتور؟ بيقول هجيبها ازاي؟ عن طريق القانون الثاني. برافو عليك، سامعك ما شاء الله. عين 2 ناقص عين 1 على زين. عين 2 عندي بكام يا مستر؟ بصفر. ناقص عين 1 30 على الزمن 15 على الآلة الحاسبة، سالب 30 على 15 تطلع لك سالب 2 متر على الثانية تربيع. محتاج اقول لك العجلة نوعها ايه؟ قلت لك قدامك حاجة من اتنين. هتبص السرعة النهائية هنا دي الابتدائية صح؟ أصغر من النهائية صح؟ يبقى العجلة سالبة. طب أنت مستني إنك تجيب الإيه؟ الناتج. بص يا حبيب قلبي، الناتج جبته جنبه إيه؟ سالب، يبقى العجلة سالبة. الموضوع كله بسيط جدا. أنا مركز على مسائل العجلة لأن دايما الامتحان دايما بيجي فيه مسائل عجلة كتير، فلازم حضرتك تكون متطبق أكتر من مرة على مسائل مين يا دكتور؟ العجلة. طيب تعالى بقى دلوقتي يا سيدي ننتقل إلى مسائل الدرس الثالث، وهي السرعة القياسية والمتجهة. مش عارف أنا إيه الكلام اللي أنا بقوله ده، كلام أنفع مذيع والله، عيب عليكم. تعالى معايا نشوف. يتحرك رجل في خط مستقيم من النقطة أ إلى النقطة ب مسافة 12 متر، ثم عاد من ب إلى أ مرة أخرى. أوجد المسافة والإزاحة. يعني تعالى يا سيدي نشوف الكلام ده مع بعض. بيقول لك الراجل خط مستقيم من أ ل ب، يعني يا سيدي ادي النقطة أ مشيها في خط مستقيم من النقطة ب. عظيم، ده قلم أحمد مالناش دعوة بيه. نكمل كلامنا من أ ل ب. طبعا هتسيب الحتة دي في الفيديو، كل اللي أنا بقوله ده سيبه، الله عليك. تعالى من أ إلى ب قد إيه؟ مسافة 12 متر. ثم عاد من ب إلى أ. خد بالك المسائل اللي زي ديت وأي مسألة مسافة وإزاحة خد بالك، ارسم عشان تحل. من أ إلى ب 12 متر، ثم عاد من ب إلى أ مرة أخرى. أوجد المسافة والإزاحة. بالنسبة هنا ولا للمسافة، هو مش راح في 12 من أ ل ب ورجع من ب لأ نفس ال 12، يبقى المسافة اللي مشيها قد إيه يا محترم؟ 24. سامعك بتقول إيه؟ 12 زائد 12 تديني 24 متر. جدع. طب بالنسبة للإزاحة، أنا عندي معلومة بتقول إذا عاد الجسم إلى نقطة البداية تصبح الإزاحة بصفر. بمعنى راح من أ ل ب ثم رجع من ب لأ، رجع نقطة البداية ولا لأ؟ رجع صح، يبقى إزاحة بصفر. الصعب في كده. يبقى أنت لما ترسم هتظهر لك المعلومة واضحة وصريحة. طب اعتمدت على الدماغ بتاعت حضرتك اللي هي من غير ما أقول لك إن هي دماغ واحد، فاشل، أكيد هتضيع الدنيا. فلازم وحتما ولا بد وغصبا عنك إنك ترسم الرسمة كويس جدا. تعال نشوف المسألة التانية بتقول إيه. تحركت سيارة مسافة 100 متر من نقطة ج إلى نقطة د ثم إلى نقطة ه. إيه الكلام الكبير ده بقى؟ لا ده احنا نرسم. جدع. من ج لد أدي النقطة ج إلى النقطة د، ثم رجعت من د إلى ه في الاتجاه المضاد. هو أنا رجعتها بمزاجي؟ لا هو اللي قال لي في الاتجاه المضاد. حلو. كام؟ من ج دي كام؟ من ج إلى د مسافة 100 ثم إلى إيه؟ مسافة 70. فطبيعي لازم تكون ال70 قبل ال100 بشوية، مش هينفع أوديها كده. هو أنا كده عملت إيه؟ ما كده خليتها مشيت 100 متر زيها زي اللي فوق، لكن هو قال لك كام؟ 70، يبقى نخليها قبلها بشوية. أدي 70 متر من د إلى إيه؟ ه.
المسافة بتاعتي أجمع أي مسافة اجمع. أسمع أي مسافة اجمع. يبقى هعمل إيه؟ 100 زائد 70. 100 زائد 70 تديني 170 متر. أما بالنسبة للإزاحة أي إزاحة الحتة الناقصة. أسمع أي إزاحة الحتة الناقصة. يعني لو جيت بصيت من هنا لهنا بذمتك مش دي الحتة الناقصة؟ صح؟ أهي الحتة الناقصة دي احسبها بقد إيه ودي بقى دي إزاحتك. طب اللي فوق كانت ب 100 ودي ب 70، يعني تقصد أقول لك 100 ناقص 70؟ جدع بتفهم يا دكتور. 100 ناقص 70 ب 30 متر، يبقى هي دي الإزاحة الحتة الإيه؟ الناقصة. يبقى خليك صريح معايا، أي مسافة اجمع. أما الإزاحة الحتة الناقصة. صعبة؟ سهلة جدا. طب جميل. تعال نشوف بقى مسألة حلوة، ودي بنقدر نقول إنها مختلفة عن اللي فوق بشوية، وهي مسألة فيثاغورس، شغل رياضة شوية. جسم يتحرك من النقطة س إلى النقطة ع مرورا بالنقطة ص، يعني من س أهو إلى ع، بس ما خدهاش دغري، حب يمر على إيه؟ صاد الأول. حلو. طيب من س إلى ع مرورا بصاد، وجاب لك الرسمة بالمنظر ده. مشي دول 4 متر ومشي دول 3 متر. ينفع تحسب لي المسافة والإزاحة؟ سهلة جدا. المسافة اللي مشيها 4 متر زائد 3 متر، هو مشي بالظبط 7 متر. صح. طب بالنسبة للإزاحة بقى، أنا قلت لك أي مسافة اجمع وأنت جمعت، برافو عليك. طب أي إزاحة؟ الحتة الناقصة. فين الحتة الناقصة في دول؟ دي صح؟ سامعك دي، برافو عليك. الحتة الناقصة دي ما بتفكركش في حاجة؟ ما دخلتش عليك قبل كده في الرياضة؟ ما خدتهاش يعني، ما دخلتش عليك. خدناها تحت مسمى عالم كده اسمه فيثاغورس، صح؟ عظيم. كان حتى بالأمارة في الرياضة بيقول لك إن ده اسمه الوتر، صح؟ الوتر حتى كانوا بيقولوا كده عليها، أو لو على ما افتكر جمع اضرب بين جمع تحت الجذر، جمع حاجة زي كده، لو انتوا فاكرينها أنا مش فاكرها. ولكن بيقول لك الراجل اجمع ربع باين، حاجة زي كده. يبقى هعمل إيه؟ هاخد الرقم ده واخد الرقم ده واحطهم تحت الجذر متربعين، يعني 3 تربيع زائد 4 تربيع تحت الجذر. حلو الكلام. 3 تربيع ب9، 4 تربيع ب16 تحت الجذر. جذر ال16 زائد ال9 يبقى 25، جذر ال25 يبقى 5 متر. يبقى تاني نعيد الحتة ديت. هاخد الايه؟ الرقمين تربيع تحت الجذر. فلما اخد 3 تربيع و4 تربيع تحت الجذر يبقى ايه؟ 3 تربيع ب9، 4 تربيع 16 تحت الجذر، اجمع 25، جذر 25 بكام؟ ب5. مسألة حلوة ولكن محتاجة حد يكون بيفهم رياضة. طبعا اللي هو مش انت، لان حضرتك عارف انك فاشل. برافو عليك، بدأت تحفظ بسرعة. تعال نشوف بقى مسألة زي ديت مثلا كبيرة شوية نفهم بيها الدنيا. راجل بيقول لك مستطيل أ ب ج د طوله 40 سنتي وعرضه 30 سنتي. طبعا مش عايز اقول لك ان في معلومة رياضية بتقول ان كل المستطيل كل ضلعين متقابلين ايه؟ متساويين، صح؟ عظيم. يعني لما اقول لك طوله ب 40 معنى كده ان ده اهي ب 40 ينطبق عليها ده اهو، ودي ب 30 ينطبق عليها ده اهو. فأوجد المسافة المقطوعة والإزاحة لجسم يتحرك فوقه من النقطة أ إلى النقطة ب، ومن النقطة أ مرورا بالنقطتين ب وج، ومن النقطة أ ويمر بالنقطة ب وج ود، وينتهي عند نقطة أ مرة أخرى. مسألة حلوة أوي بس محتاجة حد يكون مركز. أول حاجة ناخدها وهي المسافة من أ لب. لو عايز المسافة من أ لب مفيش أسهل منها، أهي من أ لب المسافة بكام؟ 30 سنتي. طب الإزاحة بكام؟ هي لأن الجسم بيتحرك في خط مستقيم، يعني الإزاحة بكام برضو؟ 30 سنتي. طيب بالنسبة بقى للنقطة الثانية، يبقى النقطة الأولى إيه؟ خلصت لأنها سهلة جدا أصلا. طب النقطة الثانية من النقطة أ إلى النقطة د مرورا بالنقطتين ب وج، من أ لد بس هيمر بدي بب وبج. يبقى هعمل إيه يا مستر؟
هقوم جاي قايل له اولا المسافه 30 زائد 40 زائد 30. جبت منين ال 30 دي يا محترم؟ ما هي ولا كل ضلعين متقابلين متساويين، يعني دي زي دي. تمام، يبقى المسافه 30 40 30 تديك كام؟ 100. طب الازاحه هجيبها ازاي؟ مش قلنا الازاحه الحته الناقصه؟ هو بذمتك لما يبقى عندي الثلاثه مين اللي ناقص؟ ده جدع. طب ده بكام؟ ما هو ب 40. ليه ب 40؟ لان قصاده ده هو ب 40 يالا، وكل ده العين متقابلين متساويين. صح الله يبارك لك، هيغفلونا. جميل. طب تعال نشوف من النقطه الف ويمر ب وج ودال ويرجع لالف مره تانيه. يبقى يا مستر هيمشي 30 زائد 40 زائد 30 زائد 40. صح. المسافات كلها بكام؟ 140. طب الازاحه بكام يا مستر؟ محتاج ان اقول لك انه راجع لنقطه البدايه، وانا لما قلت لك لما يرجع لنقطه البدايه ده معناه ايه يا دكتور؟ ان الازاحه عند حضرتك بصفر. يبقى كل ما الجسم يرجع لنقطه البدايه، بدا هنا مشي كده 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 كده، رجع لنقطه البدايه وانت مجمد ازاحته بايه؟ بصفر. مش صعبه خالص. طيب تعال نشوف مساله تانية بقى في المسار الدائري اللي فوق دوت، كان مسار الاتجاه الواحد او الخط المستقيم. تعال نشوف بقى المسار الدائري. بيقول لك تحرك اتوبيس على محيط دائره قطرها 28 متر من نقطه لام الى نقطه نون ثم الى لام مره اخرى. اوجد المسافه المقطوعه والازاحه. بص يا دكتور، لو جيت بصيت بيقول لك محيط دايره قطرها 28، يعني الدايره هي المحيط بتاعها قطره 28، ده كده كله 28 متر. طيب لما يقول لك محيط دايره معنى كده انه بيتحرك في دوره واحده، دوره كامله. اذا لما اجي اجيب المسافه هجيبها ازاي؟ هي محيط الدايره، ومحيط الدايره بيقول ايه يا دكتور؟ 2 طه نق. صح الكلام؟ مظبوط. 2 طه ايه؟ نق. اي ان طه ديت بكام؟ ب 22 على 7، يبقى 2 في نصف القطر. حضرتك عندك نصف القطر؟ لا انا عندي القطر كله. بجيب نصف القطر ازاي؟ هقول له يا مستر القطر بيساوي 28 على 2 فيها ال 14 متر. يبقى انا كده جبت مين؟ النق اللي هاخدها وعوض بيها انا اهو. يبقى بالراحه تاني، النق دي عندك؟ لا. امال انت عندك مين؟ عندك القطر كله. طب هجيب النق ازاي؟ ان القطر اللي هو مديهولك اقسمه على 2 يا محترم. قسمته على 2 طلع لي ب 14، خدتها وعوضت بيها. على الآلة الحاسبة طلع لي كل ده ب 88 متر. اسمع، 88 متر دي المسافة. اما الازاحة بتاعتي هتطلع لي في الاخر بكام؟ بصفر. يالا ما هو قال لك انه رجع تاني مرة اخرى ثم الى لم مرة اخرى، يعني مشي كده اهو، لف 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 ورجعنا اهو. يبقى الازاحة بايه يا محترم؟ بصفر وانت مغمض عينك. برافو عليك. تعال نشوف بقى المسألة ديت اللي نقدر نقول بيها بنلم كل الدرس، حرفيا كل الدرس، ومش ممكن كمان بنجيب حاجات من الدرس اللي فات واللي قبله. إذا بدأ جسم حركته من النقطة ألف فقطع مسافة 30 متر شمالا خلال 30 ثانية، ثم 60 متر شرقا خلال 20، ثم 30 متر خلال 10. يعني بدأ من هنا ومشي كده كده كده. عايز المسافة الكلية اللي قطعها الشخص، الزمن الكلي الذي استغرقه الشخص في قطع هذه المسافة، الإزاحة، والسرعة المتجهة مع تحديد اتجاهاتها. بالراحة خالص. المسافة الكلية هقدر أقول إيه؟ إن الراجل مشي كل ده، يبقى هقول له مشي 30 أهم زائد 60 زائد 30 أهو، من دول الثلاث مسافات اللي هم مشيهم. على الآلة الحاسبة كله، لو أنت ما بتعرفش تحسب طبعا دي حاجة أكيدة لأنك أنت إيه؟ فاشل. برافو عليك. تطلع معاك إيه؟ 120 متر. بالنسبة للزمن نفس الزمن اللي عندك، أدي 30 وأدي 20 وادي 10. على الآلة الحاسبة يطلع لك كله ب60 ثانية. بقى أصبح عندك مسافة كلية وعندك زمن كلي. حلو الكلام؟ يبقى أنا جبت الأولى وجبت الثانية. احسب الإزاحة. بذمتك يا شيخ أنت عمال تحسب في دول، مش اتفقنا إن الإزاحة الحتة الناقصة؟ هي فين الحتة الناقصة؟ أهي. لا مش دي أكيد. دي الحتة الناقصة.
طب الحته الناقصه دي هنجيبها ازاي؟ مستر هو ده مش عامل شبه المستطيل؟ طب ما هو الحته الناقصه شبه اللي فوق، يبقى دي ب 60 متر. جدع، يبقى الازاحه ب 60 متر. فين بقى يا محترم؟ ما انت لازم تحدد ليها اتجاهها منين؟ مش هي من هنا لهنا؟ طب ده اتجاه ايه كده وانت ماشي كده؟ اتجاه ايه؟ سامعك وانت بتقول اتجاه الايه؟ الشرق، صح، برافو عليك. طب انت كده جبت عايز الايه؟ النقطه الرابعه اللي هي السرعه الايه؟ المتجهه. هتجيب ازاي السرعه المتجهه بقى؟ يبقى السرعه المتجهه عندها قانون بيقول الازاحه على الزمن الكلي. الازاحه اللي انت جبتها ب 60 على الزمن الكلي اللي انت جبته اوريدي ب 60، الاثنين على بعض ب1 متر على الثانيه في اتجاه الايه؟ الشرق. 1 متر على الثانيه في اتجاه الايه؟ الشرق. مساله تقدر نقول انها مجمعه الدرس كله، مجمعه كل تفاصيله، على قد ما قدرنا نحاول ان احنا نقدر نجيب لحضرتك مسائل الوحده الاولى كلها. اظن ان هي ممكن ما تكونش صعبه، واظن ان دي معظم الافكار اللي بتيجي على الوحده الاولى عامه. بس خد بالك لازم تطبق ورايا. انت اديتك فكره عن المسائل، لازم حضرتك تاخد بقى الموضوع انت بايه؟ باختلاف. ممكن تاخد نفس المساله وتغير ارقام، ممكن تبص على طريقه الحل، ولكن خد بالك تاني، المسائل دي لو انت ما فكرتش تذاكرها او ما فكرتش تراجعها او اعتبر نفسك كده انت ناقص اوريدي كام درجه في الامتحان، وانا اكيد مش هسمح لك تنقص لانك عارف هعمل فيك ايه. فلو سمحت تذاكر، تجتهد، تعمل اللي عليك، وصدقني ان شاء الله ربنا هيرضيك في الموضوع ده. دي كانت حصه المسائل. ما تنساش طبعا عندنا ان احنا لسه عندنا ليله الامتحان بتاعتنا، هننزلها ان شاء الله يوم الامتحان بالظبط. يوم ليله الامتحان هتنزل على اليوتيوب، تقدر تتفرج عليها. هنكون لمين المنهج كله ان شاء الله باسلوب حلو، وعن طريق سؤال وجنبه الاجابه، سؤال جنبه الاجابه. يعني مش هتحتاج من حضرتك مجهود اصلا غير انك تقعد بس تبص تتفرج على الفيديو. ان شاء الله مش هسيبك غير وانت داخل الامتحان. صدقني اجتهد، اعمل عليك، ربنا هيرضيك. واشوفكم ان شاء الله بقى في فيديوهات كتير، مش هسيبكم. اتقالوا عليا. اشوفكم على خير.